انا اللي كتبت عن وطني، وانا اللي كتبت للفلاح، وانا اللي كتبت للعامل، وانا اللي كتبت للمداح. انا اللي كتبت على الاحرار، وانا اللي كتبت على الخاينين، وانا اللي كتبت على الثورة، وانا اللي البلد عشت امين، وانا اللي هتفت لبلادي ومصر الغالية والحلوين. انا اللي كتبت على الارهاب، انا اللي كتبت على الارهاب، وانا اللي كتبت على الفسدين، وانا اللي كتبت على البصرات وارض وناسي حتى الطين. وتشهد لي اعمالي وكتبي هي رسمالي، ميراث وهسيبه لعيالي، دي كنز حقيقي للفاهمين. انا اللي كتبت ناس وناس، كلام من القلب وبإحساس، وانا اللي كتبت زمن الطيبين، وانا اللي كتبت البصرات حضارة وتاريخ، وكتبت حكايات ست للغاليين، وانا اللي كتبت لحفيدتي حبيبتي ندى زهرة البساتين، وانا اللي كتبت للغلبان، وانا اللي كتبت على الانسان وللفقراء وللمساكين. وطول ما انا نفسي في الدنيا هقول وهقول واقول تاني، وهنصر بيها اوطاني، ولا يمكن راح اتغير ولا راح اكون واحد تاني. هحس بناسي وحبايبي وهدعي للي رباني، وهتشرف واقول اشرف واسمي هو عنواني، وهدعي لابويا رفعت عيد لان كلامه رقاني. انا اللي كتبت للبصرات بقلمي وكل وجداني، وانا اللي كل كتاباتي قضايا وفعل انساني، ولا يمكن راح اتغير ولا راح اكون واحد تاني، لان اصيل ومتربي وابويا بحبه رباني، وابويا بحبه رباني. بقلم والقاء اشرف رفعت خوينس، البصرات، مركز المنزلة، محافظة الدقهلية، جمهورية مصر العربية. هذه القصيدة بهديها لكل الأحباء ومتابعيني ومتابعي أعمالي وكتاباتي الأدبية، وشكرا جزيلا، وكل عام وأنتم بخير وسعادة، ورمضان كريم، ورجاء الدعاء لوالدي وأخي نادر في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بالرحمة، وكل عام وأنتم بخير.